أيوب يفقده الله كل ولده ويذهب الله عز وجل جميع زوجاته ولا يبقي له إلا واحدة وينقله من أعلى قمم الغنى إلى قاع الفقر، ثم تقول إليه زوجته بعد أن كان مرميا في فرض فلات، بل قيل في مزابل بني إسرائيل فإن الناس تركوه خوف مرضه: يا أيوب ألا ترى ما حل بك؟ أخي ناظر ما الذي نزل بك؟ ادعو ربك أيوب، سل الله أن يعافيك يا أيوب، ناج ربك أن يبعد عنك ما نزل بك. وإذا بها قال: والله إني يعني كما جاء عنه وكما قال: إني أستحي من الله أني معافى منذ ما يزيد على 70 سنة وأنا في نعم من ربي سبحانه وتعالى وآلاء وفضل. ثم جملة واحدة فقط، جملة واحدة: مسني الضر أنت أرحم الراحمين، عبودية الوصف لله. ثم يبين الله جل وعلا لك أن هذه المفردة ارتجت لها أبواب السماء. خلاص اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ثم آتيناه أهله ومثله معه، وحتى قال ابن كثير: ساق الله إليه سحابتين أمطرت أحدهما فضة والأخرى ذهب حتى امتلأت جعبته بالدرهم والدينار. رد الله إليه ولده وأحيا الله له زوجته على قول: وآتاه مثل ما ذهب منه. هذا كله بكلمة واحدة. كما يقول ابن تيمية أن الأدعية الصادقة هي الجند الذي لا يغلب. على كل مريض أنه يضع جبينه في الأرض وأن يتيقن أن الله يسمع صوته ويرى ما في قلبه إذ نادى ربه نداء خفيا. يقول ابن تيمية: الله يحب الصوت الخفي والقلب التقي. حينما تكون أنت في اللحظة التي ملؤها الظلام وقد سكن الكون، ثم أصبحت تبث كل أوجاعك وآلامك لربك سبحانه وتعالى، وأن هذه الكلمات ترفع إلى السماء، هنا سيأتيك فرج ربك سبحانه وتعالى. لما جاء وهذه رسالة إلى كل مريض أنه يعرف أن ما نزل به أحيانا من بلاء ولعواء ومرض ولزم الأسرة البيضاء، أنه لو كانت العافية بيد أمك لأهدتك إياها في ثانية من نهار، فكيف بيد الله الذي هو أرحم بك من أمك وأبيك؟ ولو اختار الإنسان لنفسه ما اختار غير ما اختاره له ربه جل وعلا، والله عليم حكيم. الله أحيانا يسوق إليك هذه البلاءات حتى يسمع صوتك ويرى ذلك الفقر في قلبك وتلك الدمعة تمشي على صحيفة خدك. يعني سبحان الله العظيم، الإنسان إذا استحضر مثل هذه المقامات، مثل ما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه بعض السلف ينزل به البلاء فكان يجد من حلاوة هذا البلاء ما يسأل الله ألا أن يؤخره عنه، لما وجد في قلبه من القرب واللذة والحلاوة بالمناجاة والعبودية، الحاجة إلى الله واللجأ إليه والفقر إليه والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومحامده جل وعلا، إلى درجة أنه الإنسان يشعر أن هذا البلاء نقطة بيضاء سيقت في لباس الأسود فيما يراه. لكن والله الذي لا إله غيره أودع الله عز وجل فيه من رحماته ما لا يعلم به إلا هو سبحانه وتعالى. الإنسان في مثل هذه الأشياء يستحضر مثل هذه المقامات المهمة.